السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الجزء الثاني المتعلق بحكم تربية الكلاب أو بيع وشراء الكلب. الفيديو ده احنا مش هنطول فيه. من الآخر، هو ينفع إن احنا نحط الكلب في البيت يا إخوانا ويبقى معانا؟ بقول الكلام ده علشان في ناس كتير وصلت لمرحلة إن هم مش بيجيبوا الكلب بس يربوه في البيت، لا ده المرحلة إن هي كمان بقت تدخل بيعملوا له أكل خاص، يخش يقعد جنبيهم على السفرة بياكل. وفي ناس أنا شفتها بعيني دي والله، ماسكة الكلاب كده، أنا آسف، الكلب بيفضل يطلع لسانه ويلحس وشه كده وتلاقيه قاعد جنبه، والعياذ بالله حاجة مقززة جدا. وما اعرفش جابوها منين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب او صوره، والحديث في صحيح البخاري. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم، قلت قبل كده ثمن الكلب خبيث. العلماء قالوا حرام ما ينفعش، جماهير اهل العلم قالوا ما ينفعش ان الكلب يدخل البيت، ممنوع حرام ما ينفع. ليه؟ لان جماهير اهل العلم قالوا اذا كان اصلا رب النبي حرم الثمن، قال عنه انه خبيث وقال عنه انه ما ينفعش وقال عنه انه حرام، فازاي اصلا انت تجيبه تدخله البيت؟ هتدخله البيت ازاي والنبي نهى او النبي حرم او اخبر ان الملائكه اصلا ما تدخلش بيت فيه كلب او صوره؟ طيب، فقالوا العلماء اللي حرموا قالوا لنا قاعده شرعيه جميله جدا. قالوا ايه؟ الاصل التحريم الا اذا وجدت حاجه معتبره، يعني حاجه ضروريه تخليك ان انت تدخله البيت. لو وجدت حاجه ضروريه، لكن ان انت بقى تجيبه عشان تفتخر، بص ده كلب نوعه ايطالي مش عارف ايه، ده كلب جولدن مش عارف ايه، ده لسه نازل مش عارف ايه، وتفضل الكلام ده، كل ده لا يجوز. وعندك حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من اقتنى كلبا نقص من حسناته كل يوم قيراط. قلنا ما لم يكن كلب صيد او ماشيه او حرس. طب الاسلام لما بيجي بيحرم عليك حاجه، قلت قبل كده، يا بيحرم عليك عشان يحفظ عقيدتك او يحفظ طهارتك او يحفظ كرامتك، واحده من الثلاثه. ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم بيقول ايه؟ بيقول حتى اللي بيربيه، بص بعدين اسال نفسك سؤال: هو انت مستعد تضحي برضا ربنا ورضا النبي عشان خاطر كلب؟ انا عارف انه صاحبك وان هو حبيبك وكفاءه وانتيمك وزميلك، كلب، انا معاك، كلب وبتاع وحيوان، ونحترم الرحمه بالحيوان والكلام ده. وامراه دخلت مش عارف الجنه عشان سقط كلبا، ودخلت النار. يا عم انا قلت لك عذبه؟ هو انا قلت لك اقتله؟ هو انا قلت لك شرحه؟ انا كل اللي بقول لك لا يجوز بيعه وشراؤه ولا يجوز دخوله النبي قال كده، مش بتاعت انا بقى. انت عندك حاجه بتاعتك انت بقى، شو زي واحد طالع بتاع كمال اجسام يطلع يجي يقول لك ايه؟ ده بيملأ البيت رحمه، بيملأ البيت سكينه. بص كلام النبي وكلام ربنا وبص كلام البني ادمين. انت كل يوم بتخسر من حسناتك قيراط، وانت والله العظيم انت ما عندكش اصلا حسنات، يعني انت ما بتعملش كل يوم قراريط من الحسنات يعني. فاحنا ما عندناش يا اخوان، احنا مفلسين، احنا على قدنا في الحسنات. فبلاش ان انت تفضل بقى كل يوم تخسر قيراط انت مش قده. وراجع فتاوى اهل العلم يا اخوانا، كل الناس اللي بتاخد كلاب ومش عارفه ايه وبتمسكه وبتمشي معاه وتقعد معاه وتلاقيه داخل اماكن الصلاه واماكن العباده وحاجات كتير كده موجوده بس عشان الشو والاعلام، يقول لك بص ده كلب استرالي، ده كلب مش عارف ايه. يا عم لا يجوز، لا يجوز. فاللهم بلغت، اللهم فاشهد على تبليغنا لما نقول. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انت موجود عشان تطيع ربنا، مش عشان كل ما يقولك حاجه ليه وازاي وده رحيم ومش عارف ايه. لما تبقى تروح له في الاخره يبقى اساله: انت حرمت علينا ده ليه؟ وده ليه حللته علينا؟ بس كده خلصنا. الفيديو اللي جاي ان شاء الله تعالى هنتكلم عن حكم شراء وبيع القطط وحكم تربيتها في البيوت. هي كمان وصلت للقطط، انا اعمل لك انت اللي بعيد عن شريعتك ودينك مش انا بس. الله يردنا واياكم اليه ردا جميلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.